السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عاملة لكم الفيديو عبارة عن مشروب جميل جدا، مشروب هيعجبكم وكله طاقة وهيدينا دفء في الشتاء البارد اللي احنا فيه دوت، والجو التلج اللي احنا فيه ده هيدفينا. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو اللي بيشوف قناتي لأول مرة ما ينساش يعمل اشتراك وشير للفيديو، واللايك اهم حاجة عشان الفيديو مش هيكبر غير باللايك وبيكم. ودلوقتي ديت المكونات بتاعتنا اللي احنا هنستعملوها في المشروب بتاعنا، والمشروب جميل جدا. والمكونات عبارة عن كوباية من الكاكاو الخام، وكوباية من اللبن البودر، ونص كوباية من الكريم شانتيه، وكوباية من الشوكولاتة المبشورة أي نوع شوكولاتة، ونص كوباية من النشا، وكوباية من السكر البودر، ولازم يكون سكر بودر. ما ينفعش السكر العادي بتاعنا، لا لازم سكر بودر عشان يعني ايه الحاجات دي كلها تندمج مع بعضها. ودلوقتي انا هضيف كل المكونات دي مع بعضها، وهضيف الكوباية من الكاكاو، وبعد كده هروح اضيف الكوباية من اللبن البودر، وبعد كده هضيف بقى ايه كل المكونات بقى بتاعتنا اللي هي بقى الكريم شانتيه، نص كوباية من الكريم شانتيه. وبعد كده اضيف بقى الكوباية من الشوكولاتة المبشورة، اي نوع شوكولاتة تفضليه، اي نوع مش نوع معين، لاي نوع عندك اعمليه. وبعدين اضيف النص كوباية من النشا، وبعدين اخر اضافة هنضيفوها معانا السكر البودر. وانا باكد عليكم ان لازم يكون سكر بودر، مش شرط تشتريه، انت ممكن تاخدي السكر العادي اللي عندك وتضربيه في الخلاط هيبقى معاكي سكر بودر جميل جدا. هقلب كل المكونات دي كده مع بعضها لغاية ما تحسي ان هي كلها يعني ايه بقت بالشكل قدامك ده، لون واحد كده، وامتزجت كويس جدا جدا مع بعضها. هروح بقى ايه عشان بقى ايه اعبيها في يعني ايه، مش هنسيبوها كده، هعبيها طبعا في اي برطمان موجود عندك عشان تحفظها فيه، ويفضل ان انت تحفظيها في التلاجة. ما ينفعش تسيبيه بره عشان طبعا حاطين لبن بودر، حاطين كاكاو، حاطين كريم شانتيه، فيفضل احنا نحفظها في التلاجة عشان افضل الحفظ لها في التلاجة. وما شاء الله عملت لنا كمية حلوة جدا جدا، يعني بجد والله هتوفر لكم كتير عن اللي انتوا بتشربوه في الكافيهات. بصراحة المشروب ده مشروب شوكولاتة يعني جامد جدا جدا جدا، وهيعجبكم ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا بقى نروح نعملوه ونشوف بقى الطريقة بتاعتنا ازاي. بتاعتنا عبارة عن ايه؟ طريقتنا بقى ايه؟ انا جبت كوبايات كده وحطيت في كل كوباية معلقتين من الخليط بتاعنا دوت. في كل كوباية معلقتين من الخليط. انتوا بقى لو حابين تزودوا سكر تاني من عندكم زودوا، مش حابين، هو السكر كده بصراحة مظبوط. وهضيف على كل بقى كوباية شوية من المية، وادوبهم زي ما انتوا شايفين كده. ادوب بقى الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه اللي هو خليط الشوكولاته مع الميه كده، ادوبهم مع بعض لغايه ما يدوبوا ايه، وتحس ان هو داب كده في الميه. هجيب بقى ايه اللبن عندي انا مسخناه جامد، يعني يا دوبك هيوصل لدرجه الغليان كده، وابدا انزل ايه باللبن بقى هو سخن كده عليه. كده بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. شوفوا بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا بصراحة، والله مشروب تحفة وطعمه خطير خطير خطير. والمكونات مش هتكلفك كتير جدا، وتبقي وفرتي وعملتي لأولادك ولبيتك مشروب جميل جدا بيتشرب على الكافيهات بأعلى الأسعار. وندوبوه كده مع بعض اهو. تشوفوا حتى شوفوا شكله عامل ازاي، شوفوا يعني تحس ان هو عامل طبقة كده على على الوش. بصراحة جميل جدا جدا جدا. وممكن بقى تحطيه كده او مثلا لو عندك اي نوع شوكولاتة ممكن بقى تزوديه بقى ايه بقطع شوكولاتة. زي ما انت حابة زودي، مش حابة زي ما انت عايزة. يعني انا حبيت ازود حتى، يعني الشوكولاتة صحت في نزلت في الكوباية التانية كده زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم حاجه، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، واللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويعمل شير للفيديو. وباي باي.